شيكا ايه اللي حصل؟ كل المعطيات كلها بتصب في مصلحه الزمالك قبل المباراه. على الصعيد المعنوي هو الافضل، على الصعيد الفني في حاله تكاتف وتماسك. ايه اللي يخلي الزمالك النهارده يتغلب من الاهلي 3-0؟ وهل النتيجه دي كانت متوقعه ولا لا؟ بص يا ابراهيم، احنا هنرجع من 3-4 ايام كده ماتش الاهلي وبيراميدز. جمهورنا ركز ولاعيبتنا ركزت في نتيجه الماتش، ما ركزوش احنا هنعمل ايه في ماتش الاهلي والزمالك. الناس فرحانين وبيحتفلوا وبتاع عشان بيراميدز كسب الاهلي. طب ما بيراميدز ده بينافس معاك، انت ركزت مع بيراميدز، ما ركزتش مع نفسك. فجيت النهارده الناس عماله تقول احنا هتكسب الاهلي 3، هتكسب الاهلي مش عارف ايه، الاهلي مش في حالته، الاهلي غيابات. بس هو الاهلي بلعيبته بجماهيره بكل حاجه. النادي الاهلي الماتشات الكبيره ملهاش علاقه انت كويس ولا وحش. ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. انت النهارده الاهلي لعب بطريقتك. عمل ايه؟ اداك الكوره، انت عايز الكوره خدها. بعدين كسبك 3. انت النهارده نازل عمال تلعب بيلد اب من تحت وعايز تطلع الكوره من تحت، وانت ما عندكش الناس اللي تطلعك الكوره من تحت. فليه بتعمل كده؟ وكل الماتشات اللي انت كسبتها ما كنتش بتعمل كده، كنت بتعتمد على انه خد انت الكوره وانا بتاع التحولات. بس تحولات. وانت ربنا خلاك تبص على ماتش بيراميدز والاهلي، كل كوره بتتلعب في ظهر الديفنس النادي الاهلي خطر. فانت النهارده تيجي تلعب من تحت، عندهم مشاكل ورا. تمام، انت حلت لهم كل حاجه يا ابراهيم. بدل ما تلعب الكوره في نص ملعبهم، انت بتلعب في نص ملعبك. شيكو بانزا سريع بوحشته بس كان لازم يبدا النهارده. يبتدي. انت بتلعب. انا ما بحبش كوره صح. انا ما بحبش يا ابراهيم. ده نزل ما عملش كوره صح واحده. بس عنده حاجه. انا ما بحبش الاثنين، الوينج ليفت يلعب بشماله والوينج رايت يلعب بشماله برضه. فالاثنين واحد اخوان. وقلنا 100 مره طالما انت ما بتلعبش تحولات مش هيبقى موجود. هو ميزته في التحولات. انت النهارده لعبته جيم مش بتاعه، عشان كده النهارده هو ظهر بطريقه مش كويسه. مختفي. لقيته النهارده الكوره مش ماشيه معاه، دخله في قلب الملعب اهو. ما كنتش متوقع الشكل ده. يعني كنتش يعني على ذكر انت بتقول ايه، انت ربنا ادالك فرصه انك تشوف الاهلي وبيراميدز فتقدر يعني تلعب على نفس نقاط الضعف اللي لعب عليها. طبعا احنا ما عملناش كده النهارده. احنا الناس سوشيال ميديا، الناس ابتدت تخش الاهلي وحش، الاهلي وحش، الاهلي بعيد، الاهلي بعيد. لا، الاهلي في الماتشات الكبيره فرقه كبيره يا ابراهيم. انت شفت النهارده اشرف بن شرقي وحسين جات له واحده. ده الفرق، جات له واحده جون. اشرف جات له 2 جون. انت من اول لما ابتدينا الموسم وبتقول بن شرقي يلعب راس حربه. طبعا عشان انا لعبت معاه وعارف هو امكانياته عامله ازاي يا ابراهيم. مشكله اشرف بن شرقي اللي من اول الموسم طريقه اللعب مش خدماه. بس طول ما انت بتقرب المساحات اشرف غير طبيعي. تقربه من الجون غير طبيعي.